بالنسبة للأخ جمال فبكل صراحة هو مدرب كفء، مدرب يشرف الإطار الوطني، لا من الناحية الكروية ولا من الناحية الأخلاقية. الأردن يعني كنظن بأنهم محظوظين أن جاو عندهم جوج ديال المدربين عظماء، لا السي حسين عموتة ولا السي جمال السلامي. و كيفاش نقول، العلاقه ديالي معاه علاقه اكثر من طيبه، اكثر من رائعه. لا فاش كنا كنخدموا في البطوله الوطنيه المغربيه، والمقابلات بيناتنا دائما كتكون عندها واحد النديه وواحد الصبغه خاصه. ف اكيد ان الحمد لله ملي وصل له دابا كره القدم الوطنيه والاوتار الوطني فهو تشريف لينا كاملين. نتمنوا من الله باش انه الامور تبقى غاديه في هذا الاتجاه هذا، ويجيو مدربين اخرين ان شاء الله اللي حامل المشعل ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لان المنتخب الاردني محتاج اكثر، فما متفقش معك. حنا عندنا لاعبين محتاجين اكثر لهذا اللقب هذا. عندنا لاعبين والاسباب مختلفه وكثيره كثيره كثيره، ما يمكن ليش نذكرها لك لان كناخذوها كذلك كمعيار من اجل تحميس اللاعبين ديالنا اكثر واكثر، بوغ اون موتيفاسيون دو بلوس. فكون على يقين بان الرغبه اللي كاينه في داخل المجموعه اكثر من الرغبه اللي كاينه عند المنتخب الاردني، رغم انني كنتفهم كذلك الرغبه اللي كاينه عند المنتخب الاردني بسبب عوامل كثيره. لكن كاين حاجه اخرى، كاين ان حقيقه ان المنتخب الاردني عنده ديزافونتاج علينا، عنده ديزافونتاج علينا، بمعنى ان المنتخب الاردني سنوات هو كيخدم مع بعضه. المنتخب الاردني لعب مقابلات كثيره، اقصائيات ديال كاس العالم، لعب عنده امكانيه باش ان الاوتوماتيزمات ديالو مفهومه، عنده لاعبين مع بعضهم لسنوات هما لاعبين. فاكيد ان من هذه الناحيه المنتخب الاردني عنده افونتاج علينا، كذلك عنده المدرب اللي كيعرف الكره المغربيه، العقليه ديال اللاعب المغربي. هذا كله ديزافونتاج اللي يمكن نتفق معك يمكن تكون عند المنتخب الاردني، لكن ابدا ان غادي يكون اكثر رغبه في الفوز علينا ابدا.